مرحبا بكم من جديد سيداتي وسادتي مع هذا اللقاء المرتقب أن يكون واحد من أفضل المباريات لفريقين يطمحان للفوز بأول لقب لكأس العالم للأندية الجارية في الولايات المتحدة لمصلحة فريق 1-2 تقطع اتلتيكو مدريد. الحكم يقول عرضيه والدفاع يتدخل. هذه المنافسات كره دائريه وكاد يكون الهدف. كره جانبيه، محاوله جيده من الافيس. الكل كان ينتظر في سان جيرمان لكن بعيده. تلتقي مع زميله دوي. باريس سان جيرمان كره ترجع وكاد يسجل. كاد مرر لدوي. أول فرصة وأخطر فرصة كان من هنالك ينطلق، لكن كرة الدفاع لفريق، لكن ننتظر شوف كيف هذه الكرة ترجع إلى الوراء. رائعة رائعة هذه المحاولة من جانب فريق باريس سان جيرمان، لكن في أحد اللاعبين ساقط إلى حد الآن. ديبول رقم 5. هذه المباراة في مخالفة مباشرة مبدأ المباراة والانطلاقة والدفاع يدخل يبعد هذه هذا اللي أعطى فرصة البحث على المساحة. سيخيا والتسديد كرة أرضية سهلة. حكيمي ضربة مقصية، لا كرة أرضية والحارس. ونقدر نقول أنه هذه واحدة من أفضل تسديدة قوية والهدف. والهدف لباريس سان جيرمان في هذه اللحظات بالذات. كرة جميلة جيدة. رويس فابيان رويس رقم 8 تمكن من تسجيل هذا الهدف وبطريقة جيدة. ربما كان الحل الوحيد هو التسديد من فابيان رويس رقم 8. 29 سنة أمام مرأة. المدرب سيميوني اللي كان في البداية ضغط على حامل الكرة، لكن شاهد هذه اللقطة بالشكل الرائع ومن زاوية أخرى والتسديدة قوية، لكن الدفاع يتدخل. جيرمان هذه الكرة وترجع إلى نفس المساحة وتدخل الدفاع يبدو لي مخالفة وإنذار. كان تدخل قوي على اللاعب اللاعبين. محاولة تسديد وتسديد عرض. نفس اللقطة التي شاهدناها من هنالك. انطلاقة محاولة دخول يبدو لي في بطاقة صفراء وأشياء أخرى. الحكم سوف يقرر شيء. واحد كرة بينية والدفاع يدخل. الدخول والمراوغة في مراوغة. إذا الروح الرياضية رغم الضغط والتسديدة القوية العرضية. حكيمي فيش إلى رويس الميدان تكتيكيا يضغط على حامل الكرة وجميل لحد الآن. محاولة الدخول في مخالفة 10. ماركينوس مباشرة الفريق ومباشرة الحارس. كاين الطموح والحافز فيها حكيمي ماركينوس. الحكم يقول ما فيه. الحكم كان قريب وطلب بمواجهة. كان فيه دفع. الحكم يقول ما فيه ورى الكرة من هنالك. تسديدة قوية والحارس. لاعب 1-2 بينه وبين لاعب نشيط ينتقل من اليوس. ما فيش تسلل. عكسة لمصلحة فريق. دخول في مخالفة. الحكم يطلب مدريد. تبقى الكرة رويس دائما مفاتيح الحلول إلى يرجع ماركينوس ويبعد الكرة. بحاولة المراوغة على الجهة اليمنى يتدخل الدفاع. تقريبا نفس الطال. والهدف الثاني والهدف الثاني على الروعة. باريس سان جيرمان لا تخطئ معه. الخطأ غير مسموح. فيتينيا رقم 17 وبتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء يتمكن من مضاعفة النتيجة. 3 دقائق إضافية وفيها تمكن باريس سان جيرمان يؤكد تفوقه وعلو كعبه في هذه المباراة. نشاهد ومن زاوية أخرى وبكل روعة يتمكن من تسجيل الهدف. شوف جاء إلى زمان الكرة. محاولة من هناك على الجهة اليمنى لكن في
كرة من هنالك وتي الحكم يقول مخالفة. رياض تقطع الكرة تصبح هجمة لمصلحته. ومحاولة الدخول الحكم يترك مبدأ الأفضلية ما فيش مخالفة. وقت الدخول روعة والهدف لا ايش من هذه الكرة وترجع مباشرة الدخول والمراوغة. مخالفة بناء نسوج كرة يسدد بقوة والدفاع. هذه الكرة كرة بينية الدفاع يكسب الكرة لكن كان فيه تسلل. الدخول من أشرف حكيمي يستفيد من ركنية اللاعب رقم باشدات. كرة من هنالك وتخرج الدخول من الافاس والهدف مباغتة. هل سيرجع الحكم لتقنية الفار أم لا؟ هذه فرصته لكن لحد الآن ما فيش تسلل وفيه هدف أمام حيرة لاعبي فريق باريس سان جيرمان. إذا تقليص النتيجة من ألافيس. إذا كما كنتم تستمعون سيداتي وسادتي الحكم ألغى الهدف بعد ما ارتكب كأس العالم. الهدف في حد سيميوني ينتقل في مخالفة ترجع له مرة أخرى الكرة ما في أتلتيكو مدريد وما لإعطاء تنفيذ مخالفة والحكم سوف يعلن بسهولة. قبل قليل بناء الهجمات كرة خطيرة وتذهب مباشرة قد هذه الكرة ومباشرة المستطاع لأن المنافسة ما توصلش قوية. سيخرج وترك ناحية لينغلي لورنتي وتبقى الدفاع تحرر محاولة المراوغة. كرة لأحد زملاء أول هدف والهدف الثالث من هذا اللاعب اللي دخل في الشوط الثاني. 3 أهداف مقابل لا شيء. الضربة القاضية ممكن نقول لمصلحة فريق باريس سان جيرمان وتحية كبيرة من ماركينوس وعدم رضا من سيميوني شيء مفهوم. فرصته لمضاعفة النتيجة ويسدد اللاعب الكوري كونغ إن لي يسجل الهدف الرابع وبالتأكيد بعد تسديد كرة وسط الملعب معلنة فوز باريس سان جيرمان بنتيجة 4 أهداف مقابل